السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب تكونوا جميعا بخير وأتم صحة وأحسن حال، ويجعل سعادة الدنيا والأرض ما بين إيديكم، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة نزلنا السوق كده، مع إن أنا مش بحب أنزل في السوق في رمضان، بيبقى الدنيا زحمة قوي يعني. جبنا الكرنبات الصغنونة دي حلوة دي كده ب15 جنيه. الأسعار كانت حلوة شوية النهاردة. جبت الكوسة دي الكيلو 6.5، جبت 2 كيلو ونص. هي حلوة الحشو كده، حجمها صغير وحلو. اللهم صل على النبي. جبت البدنجان الكوبي دوت كان ب7.5، جبت كيلو واحد لان انا كان لسه عندي بردك. كان خضار ما شاء الله كله طازه النهارده، يعني جايبه الحاجه كلها شايفين بتلمع ازاي وفريش. طبعا جبت الحاجه اللي مش موجوده عندي، الحاجات اللي خلصت، اما اللي موجوده عندي ما جبتوش. يعني كان عندي بطاطس وعندي طماطم، ما جبتش طماطم ولا بطاطس النهارده. الفلفل دوت دولت ب10. مش عارفه هم وزنهم قد ايه صراحه، نقيتهم وقلت له عايزه دولت زي ما يطلعوا، فقال لي ب10. مش عارفه سعرها ايه. البدنجان العروسي دوت كان ب10 جنيه، جبت كيلو ونص ب15. حلو بردك، وزي ما انتم شايفين بيلمع ازاي وطازه كده. قلت احشي منه واعمل منه بردك فريح السمك، لاني جايبه سمك. الجوافه بقى اللي شايفه نفسها خالص يعني. لو كلنا كده نفتكر، كانت الجوافه دي كانت ارخص حاجه في الفاكهه، كانت رخيصه جدا يعني. كانت احيانا بتبقى الخمسة ب10 جنيه والتلاتة كانت تبقى 2.5 وبتلاتة. مش عارفه ايه اللي حصل لها. 45 واقل حاجه 35. مش عايزه، لا مش عايزه تنزل ليه كده. جبت بيض فلاحي كده، وجبت خضار طبعا للسلطه. كان عندي خضار بس خفت يكون اصفر شويه، فجبت خضار فريش بردك النهارده كده. الجرجير مش مظبوط، مرضتش اجيب جرجير، اصلا مش بيتاكل يعني. كل مره بنجيبه بس عشان خاطر بقى لازم تعودنا نبقى جنب السمك، لكن والله ما حد بياكله في الاخر. اللهم صل على سيدنا محمد. ابدا اشيل حاجتي بقى ايه وارتبها كده، نذكر الله بقى كده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما عدا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لايك بقى وشير كده للقناه، كومنت حلو يشجعني. لو انت اول مره تخشي عندي القناه، اضغطي على جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وما ينساش طبعا واحنا في الايام المفترجه دي كده، ان احنا ندعي لاهل غزه بان ربنا يكفيهم شر كل اللي بيحصل دوت، وان ربنا ينصرهم وينتقم لهم من كل حد بيعتدي عليهم او كل مغتصب لارضهم، وان يرد لهم ارضهم باسرع وقت باذن الله. بطلع بقى كده قبل ما ادخل حاجتي التلاجة، بطلع الحاجه اللي هستعملها عشان مفضلش رايحه جايه على التلاجة افتحها. فبطلع الحاجه معايا اللي انا عايزاها. يعني طلعت كام بدنجانه كده هنقليهم، وطلعت حبه فلفل اخضر عايزاه للسلطه، وكنت هعمل حاجه تانية برضه جنب الاكل كده، فقلت اطلع على قد الاستعمال يعني. نيجي بقى للزفرة بتاعتنا بقى ايه والسمك. طبعا كنت راكنه بقى الحاجه، انا اصلا كنت نزلت قبل الصلاه، علشان وقت الصلاه بيبقى صعب جدا. انتي لو نزلتي مثلا الظهر كده فخلاص اتحذرتي في وقت الصلاه انك هتضطري تقعدي مستنيه إيه على بال ما يخلص الصلاه، لان اغلب الناس بتغطي الفروشات على ما تروح تصلي الجمعه يعني ما شاء الله. فنزلت قبل الصلاه، قلت الم حاجتي واجيبها بسرعه كده ايه، حتى ما رضيتش انضف السمك في السوق، قلت لا اروح احسن اكسب وقت يعني. رحت جبت الحاجه ورجعت قبل الصلاه ما تبدا. لقيت سردين حلو كده، جبت سردين. احنا كنا هناكل سمك النهارده، وانا عندي بنتي مش بتاكل السمك بكل حالاته يعني، الا اذا كانت يعني مضطره تجاملني، فبتاخد حاجه كده بسيطه يعني. فهي بالنسبه لها السردين المشوي بيبقى مقبول شويه بتاكله يعني. فقلت اجيب حبه سردين نشويهم كده. وصلنا لقيت السردين كان شكله حلو النهارده وطازه كده. جبت من واحد الكيلو ب80، جبت كيلو وربع. واحد تاني لقيته عنده ب70، جبت كيلو. حلو يعني، اكيد مش هعمله كل مره واحده، بس هو كان حلو. اغسله بقى واصفيه كده واركنه على جنب. هنا بفضي بس الحاجه بتاعتي. انا اصلا كنت جيت من السوق، نمت ساعه ما كنتش قادره يعني من السقعه والجو. قلت انام ساعه على بال ما يجي ميعاد الصلاه وكده، ونقوم نحضر بقى ايه حاجتنا. يعني الوقت معانا طويل، خصوصا عشان خاطر تحضير الفطار بيبقى لسه بدري يعني. جبت سمك بردك هنضفه للقلي، حجم وسط كده يعني ايه، قد كف الايد كده، لان جوزي بيحبه صغير وانا ما لقيتش اصغر من كده يعني. هو كل مره يقول لي عايزه صغير، مش عارفه اجيب صغير منين بصراحه.
هو في السوق والله ناس عندها صغير، بس انا مش يعني مش عارفة هل هو نضيف ولا مش نضيف. انا بجيب من ناس معينة يعني. لكن ده ما شاء الله السمك كان يعني حلو وفريش وطازة كده وما شاء الله عليه. لقيت كمان اول ما وصلت كده عند اللي احنا بناخد منه السمك، لقيته بيقول لي انا محضر لك البوري ومش عارف ايه. قلت له ده خلاص يعني مش هيلحق يتملح وكده، أنا مش محتاجاه المره دي. وفعلا ما كنتش عامله حسابي يعني انا هجيب، ما كنتش عامله حسابي ان هجيب النهارده خلاص يعني ما فيش وقت ان احنا ناكله على العيد او كده. قال لي لا والله ده انا مطلع لك المقاس الكبير محطولك على جنب وكنت هرن عليكم ومش عارف ايه. قلت له خلاص تمام ماشي. وزنهم فوزنهم بقى يعني كده ايه، طلعوا ما شاء الله يعني زي ما شايفينهم كده. الحجم بتاع السمكية حلو يعني معدي 700 جرام. قلت خلاص مش شرط ان احنا ناكله في العيد يعني، ناخده وخلاص نغسله غسلة حلوة وننشفه ونملحه كده ايه ويتعمل ويتركن. احنا اصلا بنحب الفسيخ وبنحب نعمله على طول. هطلع حاجتي بقى كده وهرتبها وهغسل كل حاجة لوحدها كده ايه على جنب. وهبدأ طبعا اروح احضر بقى فطارنا، وبعد كده هديكم اللقطة الاخيرة بس من الفيديو. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، والفيديو يكون سهل وبسيط، مجرد مشتريات واسعارها والغدا طبعا عشان عملته معاكم قبل كده كتير. فهنديكم بس اللقطة الأخيرة يعني شويت سردين وقليت حبة سمك كده حلوين، وعملت طبق سلطة وطبق صلصة كده فريحو وحبة رز أبيض. وده كان فطارنا النهاردة يعني ايه، حلو وبسيط وسهل يعني. وعدنا معاكم الفيديو الجاي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.